ثمة فرق كبير بين أن نجعل من المعرفة ذهبا خالصا أو من أن نجعل من الرصاص ذهبا خالصا. هنا رصاصنا هو معرفتنا التي نجود بها وقريحتنا الإبداعية. إننا نسمو بالجماليات ونسمو ببقاء الكائن الإنساني كائنا مواظبا على الإبداع والتفكر والتدبر. تحية خالصة مني إليكم أعضاء المجموعة، أحييكم وأحيي فيكم روح المعرفة وروح الحب وروح الوجود بحد ذاته بكونه وجود. ولكن استفساري، من قام بإنشاء هذه المجموعة أولا؟ ثانيا، ما هو هدف هذه المجموعة وكيف أنشأت؟ ما هي الغاية من هذه المجموعة؟ بداية، المجموعة المعرفيون هي جزء من محاولة لتطبيق النظرية على أرض الواقع وجمع المعرفيين المعرفيات في روابط، وهي جزء من كتاب أعد له منذ 8 سنوات. اسم الكتاب الحب وجود والوجود معرفة. روجت لها عبر اليوتيوب وعبر نشر هذه السلسلة بشكل منظم ووضعها على عدة مواقع إلكترونية كي يتسنى للبعض متابعتها. وركزت في آخر السنتين على نشر هذه النظرية عبر محاضرات في اليوتيوب. لهذا وجب منكم التحلق حول هذا الفكر، كونه يمسكم بصورة مباشرة، كما وأتمنى أن نشتغل كل على طريقته ولونه وتجربته في الكتابة في تطوير هذه النظرية، لأنها لا تكتمل من خلال شخصي أنا، بل من خلالكم أيضا تتطور تلك النظرية وتتحقق تلك الفائدة المتبادلة فيما بيننا. كيف نجعل من الرصاص أي الحرب وسيلة لتثقيل المدارك؟ الحرب هي معناها التدمير، تدمير الملكات، القدرات، وتدمير الحياة، ونحن ضد الحروب. نحن نستبدل الحرب بالحب كوسيلة لترسيخ المعرفة، قيم المعرفة في الوجود. هنا في هذا الرابط هي قائمة تشغيل تتعلق بفكر الحب وجود والوجود معرفة الذي نشرته صوتيا عبر محاضرات. نعم، كل الحروب التي تستخدم ضد الإنسان، ضد الأطفال، ضد الكائنات، ضد الحيوانات، هي مدانة من قبل المعرفيين، لأن الحرب هو تدمير لكل شيء، لكل شيء حي. شكل مشروع من أشكال الحروب. الحرب الفكرية التي هدفها درء الإنسانية والمجتمعات من الوقوع في فخ الجهالة وتقديس القوالب. وهناك حرب أيضا بمعنى المقاومة، مقاومة الخطر. هناك حرب أيضا حرب معرفية تشن لحماية قيم ومكتسبات الإنسان العاقل ضد من يحاول تشويهها وتدميرها. إننا ضد الحرب بمعنى الاعتداء وامتلاك الموارد بغرض احتكار تلك الموارد وسحق الشعوب لأجل ذلك الاحتكار.
وفي هذا الإطار تناقش نظرية الحب، الوجود الموجود كما هو عليه، حب الواقع كمعطى خارجي عن أذهاننا، لكن يشكل ركيزة ومتن عظيم لتطور الأفكار والإبداع وإنشاء مجتمع تحكمه قيمة الحب، قيمة التضامن، قيمة الاحترام، قيمة الإبداع. السلام عليكم، مرحبا بكم جميعا أعضاء المجموعة، لسوا المغاربة لسوا غير المغاربة. مجموعة معرفيون هي مجموعة كما قال الأستاذ العظيم الذي أنشأ هذه المجموعة لجمع المعرفيون والمعرفيات من أجل تنمية الوعي وانتشار المعرفة في إطار إنتاج مجتمع المعرفة. كما يعرف الجميع أننا الآن نعيش في مجتمع مستهلك وليس مجتمع منتج للمعرفة، وإنما نستهلك المعرفة. نحاول من خلال أفكار وآراء واختلاف الأقلام الحرة إنشاء نظرية عامة حول المعرفة في المجتمعات العربية. وفي هذا الإطار يجب تحديد المفاهيم وتدقيقها وتفكيكها وتحديد إحالاتها. ماذا تعني في الأصل وماذا تعني الآن؟ كيف تحولت إنتاجات معاني جديدة لمفاهيم قديمة؟ الإيديولوجيا هي مفهوم حديث موجود في مجتمع طبقي. مهما نعيش في مجتمع طبقي، لا بد وأن نتحدث عن الإيديولوجيا بشقيها: الإيديولوجيا السائدة والإيديولوجيا الشعبية، الإيديولوجيا التي تؤمن بالتغيير وبالتطور المجتمع وبالإبداع كقيمة لهذا التطور. ربما هذا الأمر واضح بالنسبة للمعرفيون، أن حب المعرفة يتجلى أساسا في حب التغير، في حب التطور، في حب الواقع وأمر الواقع من أجل إنتاج استراتيجيات وتكتيكات التي تنادي بالتغير في سياقات سلمية، في سياقات هادئة ترمز ما يقصد به الحب. حينما يتعلق المرء
بإيديولوجيا المعرفة، والمعرفة حقيقة لا تتأدلج، ولكننا هنا نؤدلجها مجازا، بمعنى أننا نتحلق حول الأشياء التي لا يمكن أن تؤدلج أو توضع في قوالب، لكننا نعتبرها إيديولوجيتنا، بمعنى أننا نتعاطى مع اللا حدود، مع اللامتناهي، مع الشيء الذي لا يمكن أن يتعرض للاحتكار والقولبة. للنقاش هذا الأمر يتطلب أولا أن نفهم ثنائيات التي يتأسس عليها الواقع وتتأسس عليها العلوم. لا يمكن تصور العام بدون خاص، لا يمكن تصور المجتمع بدون أفراد، لا يمكن تصور مؤسسات بدون أفراد. هكذا نفهم أن الإيديولوجيا هي منظومة ثقافية، منظومة من الأفكار والقيم والفن والعلوم وإلى غير ذلك من الأمور التي تخدم جانبين، الطبقة البرجوازية والطبقة الكادحة.